إلى جانب تألق اللاعبين في بطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم، هناك من يتألق خارج خطوط الملعب، وهم المدربون الذين يلعبون دورا كبيرا في البطولة منذ انطلاقتها عام 2009. بالنسبة لي أنا ثامن مشاركة، كنت مدرب الوجبة قبل، والسنة هذه تحدي جديد مع فريق الدحيل. احنا فريق متحدي، البطولة هذه وصلت لها مرتين نهائي، إن شاء الله المرة هذه ناخذ الكاس بحول الله. لقد أثبتت بطولة الكاس إنها ليست مجرد مسابقة رياضية ودية، بل هي منصة لتطوير المدربين، ما يسهم في نجاح البطولة من النواحي الفنية والتكتيكية. يسعون الشباب الغائمين على البطولة سواء قنوات الكاس أو سباير، يعني صقلوا مهارات الإدارية والفنية القطرية، فنلاحظ وجوه قطرية طالعة في الساحة خاصة في البطولة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الفرق. احنا هاي رابع سنة لنا، وإن شاء الله لعل خير إن شاء الله بإذن الله. هم تدريب والله شيء، يعني لازم تحب التدريب عشان تكمل في التدريب، لأن إذا ما كنت تحب المهنة صعب تكمل. هي مهمة فيها ضغوطات فيها شيء، بس دام تحب الشيء. بدينا كلعيبة ما قدرنا نوصل كلعيبة، نبي نكمل مجال الكورة، صرنا مدربين. يعد المدربون العمود الفقري لأي فريق، ويشكل دورهم في بطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم قيمة ثابتة تفتح المجال أمامهم لتقديم خططهم وأفكارهم. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني من ملاعب أكاديمية سباير.